المقاتلات المغربية تنهي أحلام البوليساريو وتطردهم من المنطقة المحرمة، تاركين وراءهم صنادلهم وعرباتهم المكشوفة وخيامهم التي كانوا بالأمس القريب يستخدمونها للترويج على أنهم يسيطرون على المنطقة العازلة التي كانوا يسمونها بالمنطقة المحررة. واستطاعت عناصر القوات المسلحة الملكية خلال اليومين القليلين الماضيين من صد محاولة اقتراب لميليشيات البوليساريو من الجدار الرملي العازل. ووفقا لمصادر إعلامية فقد تمكنت رادارات القوات المسلحة الملكية من رصد تحركات مشبوهة تهدف إلى التسلل إلى إحدى نقاط الجدار الرملي العازل في منطقة بالقطاع العسكري الجلتة. تم توجيه ضربات بالأسلحة الثقيلة إلى موقع التحركات، ما أجبر الميليشيات التابعة لجبهة البوليساريو على الانسحاب